ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ وايه الضجه اللي انتوا عاملينها دي؟ كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟ ايه الغلط اللي هي عملته؟ تصرف عادي جدا، مفيهوش اي حاجه. افتكروا ان انا ممكن اجي على بنتي علشان خاطر اكسب رضاكم؟ منير زعلان من انتقاد الناس لبنته لما حلقت شعرها. انا ملحن بيعزف على العود وهو بيقرا القران. تالت حاجه بقى معانا النهارده البلوجر التركي جنكيز خان، ياسين جنكيز، ما علينا باسمه ايه، زار مصر هنا وبيعمل دعايه واعلانات للمحلات. هنتابع مع بعض النهارده الثلاث موضوعات اللي انا اتكلمت فيهم دولت بس بالتفصيل. بس قبل ما نبدا حلقتنا النهارده فضلا وليس امرا لايك للفيديو، وانزل تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك اضغط على زر الاشتراك وكمل معانا الفيديو النهايه، ويا ريت تسيب لنا راي. يلا بينا. اهلا بيكم في فيديو جديد. شفنا مع بعض في البدايه مقطع كده للفنان شريف منير وهو بيدافع عن بنته وبيقول انا بنتي ما عملتش حاجه غلط، بنتي بتعمل اللي هي حاساه، فيها ايه لما تحلق شعرها قدام الكاميرا، وبيهاجم الناس اللي بتنتقدها من الجمهور. هو شايف ان دي حريه شخصيه وان بنته من حقها تعمل اللي هي عايزاه. انا ما عنديش اي مشكله مع كلام الفنان شريف منير، دي بنته ولازم يدافع عنها، بس انا ليا بس تعليق صغير كده على الكلام اللي بيقوله الفنان شريف منير وهو بيدافع عن بنته. بيقول انا بنتي متربيه احسن تربيه. فين احسن تربيه ده يا استاذ شريف؟ دي احسن تربيه؟ ازاي؟ لو انت شايف ان دي احسن تربيه يبقى انت ما شفتش ستات ولا بنات مصر المحترمات المحتشمات. ما تقولش دي احسن تربيه، اتكلم في اي حاجه، انما ما تقوليش ده احسن تربيه. احسن تربيه انت بتدي صوره للناس بره دي نموذج للبنت المصريه. لا طبعا، لا طبعا، دي مش نموذج للادب وللاخلاق في مصر يا استاذ شريف. عيب، ما يصحش كده يا استاذ شريف، ما ينفعش كده. والاستاذ شريف بيقول لها مبروك عليكي انك اخدتي الترند. ما احنا فاهمين ان القصه كلها يا باشا الترند خالف تعرف، كل حد ملوش جمهور او محدش عارفه او اتنسى شويه بيطلع يعمل اي حاه غريبه. ما احنا اتفقنا على القاعده اللي بتقول ايه، خالف تعرف. اعمل اي حاجه عكس المألوف الناس هتبدا تتفاعل معها، حتى لو حاجه بتدينك او حاجه مشينه، فللاسف الناس بقت تعملها علشان خاطر الشهره والترند. ده بالنسبه لموضوع شريف منير، مش هتكلم فيه اكتر من كده. لكن معانا موضوع تاني بجد من اصعب الفيديوهات اللي شفتها في حياتي لملحن اسمه احمد حجازي على ما اعتقد، قاعد بيقرا القران على العود. انت متخيل يا مؤمن ماسك العود وبيقرا القران؟ انا هنا بطلب من الازهر لازم يتدخل، لان الاخ ده لو اتساب هنلاقي بنات طالعه بترقص على القران او على التواشيح. ممكن نلاقي بعد كده مشغلين النقشبندي واحده بترقص عليه. وبقدم بلاغ من هنا للنائب العام بالتحقيق مع السيد الفنان الملحن. القرآن، بتقرأ القرآن على عود وانت بتلحن؟ ايه الهجس وايه الكلام الفاضي اللي بقى يحصل ده؟ هو كل واحد دلوقتي عايز يتشهر يعمل اي حاجة حتى لو على حساب الدين. الحاجة الثالثة بقى اللي معانا النهارده بصراحة اللي استفزتني انا شخصيا، البلوجر اللي اسمه ياسين اللي هو التركي اللي بيهز كرشه وبيهز كل حاجة فيه، وللاسف جبناه هنا عندنا في بلدنا واتعمل له ضجة اعلامية كبيرة واعلانات وفلوس وملايين الدولارات بتتصرف علشان واحد يجي يرقص ويهزلك كرشه. عيب، عيب. المحلات الكبيرة والناس اللي بتعمل اعلانات تقدر تعمل اعلانات بشكل مختلف تسوق لمنتجك، بس يا اخي اصرف فلوسك في حاجه مفيده. مش جايب واحد من بره يلم دولارات واحنا عندنا ازمه في الدولار وعارفين الدولار وصل كام دلوقتي علشان خاطر الرقص اللي قدام محل. عيب، احنا مش كده. في ناس صدقوني بسيطه، ناس فقيره مش لاقيه، هي اولى بالفلوس اللي بتتصرف في حاجات ملهاش اي لازمه. هختم كلامي برساله تاني للاستاذ شريف منير. لا، انت لو شايف ان بنتك دي متربيه احسن تربيه، صدقني انت متعرفش مجمل او معظم السيدات والبنات في مصر. في بنات قمه في الادب والاخلاق لا يقبلوا انهم يتعروا او ان حد يشوفهم بالشكل اللي احنا بنشوفه ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه تقدر حضرتك تدخل على جوجل وتشوف الفتاوي وتشوف هل يجوز لبنتك انها تحلق او لسيده مسلمه تحلق شعرها بالشكل ده. انا شخصيا دورت ما لقيتش ولا فتوى بتبيح للست تحلق شعرها غير في حاله واحده، انها لا قدر الله عندها مرض وان في ضروره ملحه انها تحلق شعرها. انما تطلع وانت عمال تاكل وتفتف على الناس ومعوج على الناس وتقول انا مربي بنت احسن تربيه. يا راجل احسن تربيه ايه؟ يلا السلام عليكم. الذي خلق السماوات